بيبدأ الانمي بتاعنا بفانج زي أي شاب عادي عنده 28 سنة وبيكون حاليا فقد الوعي، بس لما بيفتح عينيه بيلاقي نفسه قدام 2 من المحاربين وهم بيتقاتلوا، وهو بيفقد الوعي تاني. بس المرة دي بقى لما بيفتح عينيه بيلاقي نفسه في الفصل بتاعه أيام زمان. الواد مش بيكون فاهم أي حاجة، بيشوف الناس اللي حواليه وبيلاقي إنهم أصدقائه. الواد جايب ايرور، ولكن في وسط كل ده بيدخل عليه المعلم وبيقول إن اختبارات القبول في جامعة فنون القتال قربت جدا ولازم الكل يستعد. وهنا كانت الصدمة. فانج بيستوعب إنه رجع الزمن 10 سنين لورا أيام ما كان عنده 18 سنة. فبسرعة ومن غير كلام كتير بيطلع يجري لبره وبيروح على السايفر ده، بيقعد يدور على أي معلومات تساعده ويتأكد من موضوع الرجوع بالزمن. وبالفعل بتطلع كل حاجة صح وهو رجع بالزمن. فبيطلع لبره كده وبيكون سعيد بدرجة لا توصف، لأنه أخد فرصة تانية عشان يعدل من حياته. بعد كده بقى بيتوجه لبيته، وفي الطريق بيشوف صورة المجرم هارب. المهم إنها مش بتشغله قوي، وبعدين بيكمل طريقه، ولما بيوصل بيلاقي أخته في البيت واللي اسمها بيكون لو. البنت بتتخانق معاه لأنه أخد فلوسها بدون إذن، بس الواد مش بيكون مركز في حوار الفلوس، وكل اللي بيفكر فيه هو إنه شاف أخته مرة تانية، وبيكون في قمة السعادة وبيفضل يهزر معاها. وبعد لحظات بيوصل أبو بطلنا بعد ما خلص شغله، وكل العيلة بيقعدوا عشان ياكلوا. بطلنا فانج بيكلم أبوه وبيقول له إنه محتاج فلوس عشان يقدم على اختبارات جامعة فنون القتال. ساعتها أبوه بيقوم من على الأكل ودقيقتين وبيرجع وهو معاه الفلوس، وبيطلب من ابنه يستعد كويس للامتحان عشان يجيب درجات كويسة. لكن فانج بيكون زعلان لأن هو عارف إن الدنيا بايظة مع أبوه والماديات خربانة على الآخر، بس أبوه مش عايز يحرمه من حاجة. والواد بيتأكد من إحساسه لما بيسمع أبوه بيتكلم مع عمه وبيسألها فاضل قد إيه من الفلوس اللي معاهم، وهي بتعرفه إن العيال طلباتهم كتير والدنيا مزنوقة على الآخر. المهم يا صديقي، في اليوم اللي بعده بيروح بطلنا المدرسة وبيعرف أصحابه إنه هيدخل الاختبار علشان يدخل الجامعة. بس وهم بيتكلموا فجأة بيدخل الأستاذ وبيعرفوا إن في شخص اسمه سايكي جاي عشان يزور المدرسة بتاعتهم. في اللحظة دي كل الطلاب بيفرحوا أول لما بيسمعوا كده، وبنكتشف إنهم بيعتبروا الشخص ده قدوة ليهم، وبنعرف إن الشخص كان تلميذ في المدرسة دي. ومش بس كده، ده كمان عنده قوة كبيرة جدا وبقى مشهور بسببها، عشان كده الطلاب سموه الملك. المهم الأستاذ بيكمل كلامه وبيقول لفانج إنه يروح بكرة وهو وأصحابه عشان يستقبله في المطار. بعد كده بالليل بطلنا بيكون قاعد في بيته وبيقرأ ورقة، بس فجأة بيحس بنقطة مية بتقع عليه من السقف، وبيكون متضايق إن الحمام بتاع جارته بينقط عليه. بعدين بيسمع أمه بتنادي عليه وبتعرفه إن أبوه سايب له حبوب طاقة على الرف عشان تساعده يزود من قوة جسده. فبيقوم فانج ماسك الحبوب عشان يجربها، وأول ما بيمسكها بيحس بحاجة غريبة بتحصل، وبيلاقي نفسه في مكان مختلف شكله غريب، وكمان بيكون قدامه شاشة عليها شوية من الأرقام. طبعا بطلنا مش بيكون فاهم حاجة، وقبل ما يستكشف المكان بيلاقي نفسه رجع لوطنه من تاني. ساعتها بيفكر إنه دايخ أو ما أكلش كويس، لكن أول لما بيمسك حباية الطاقة التانية بيرجع لنفس العالم الغريب تاني. في اللحظة دي بيتأكد إن اللي بيحصل ده حقيقي مش أحلام، وبيكون قدامه الشاشة مكتوب عليها مجموعة من الأرقام، وبنكتشف إن الأرقام دي هي مستوى الطاقة بتاع بطلنا. بس هو بيلاحظ إن الأرقام دي قليلة قوي، عشان كده بيقرر إنه يتطور من نفسه، وبيسأل الشاشة اللي قدامه إذا كان ده ينفع. وفجأة الأرقام اللي قدامه بتبدأ تزيد، وفانج بيحس بحاجة غريبة في جسمه وإن بقى أقوى في نفس الوقت. ده بقى بنشوف شخص هو خايف منه وبيبص من الشباك، وبنكتشف إن ده المجرم اللي الحكومة بتعلن عنه وحاطة صهره في كل مكان في الشارع. بعدين بنشوف شخص في الشارع تاني بياخد صورة المجرم ده وهو بيتكلم في التليفون، وواضح إنه في مهمة وهي إنه يقبض على المجرم ده، وبيتفق كمان على السعر بتاعه. نرجع بقى لبطلنا واللي بيكون راجع للواقع وبيكون متفاجئ من القوة الجامدة اللي دخلت جسمه، وبيرجع للعالم بتاع النظام ده من تاني، وبيلاقي إن حبوب الطاقة اللي معاه أرقامها عمالة بتزيد بسرعة. ساعتها بطلنا بيطير من الفرحة من كمية الطاقة اللي دخلت جسمه وبيقعد يصرخ، بس فجأة بيسمع صوت أخت لو بتزعر له وبتقول له إن صوته عالي وهي مش عارفة تنام. ساعتها هو بيسكت خالص. وفي اليوم اللي بعده بقى فانج وأصحابه بيكونوا في المطار مستنين، ولما بيوصل بيرحبوا بيه، ووانج أول لما بيشوف بطلنا بيحس بالطاقة اللي طالعة منه. المهم بقى ساعتها أصحاب بطلنا بيسألوه إذا كان بيتمرن من وراهم، فهو بيقول لهم إنه بيلعب تمارين الصبح علشان يحافظ على جسمه. بعد كده بقى أبطالنا بيتمشوا مع ساكي لحد ما بيوصلوا المدرسة، وساكي بيطلع على المسرح وبيقول للطلاب إنهم لازم يجتهدوا
يجتهدوا في الدراسة والتمرين علشان يكونوا أقوياء. والطلاب كلهم أول ما بيسمعوا الكلام ده بيتحمسوا جدا. وفي آخر اليوم فانج وأصحابه بيودعوا ساكي عشان هيمشي، بس قبل ما يمشي بيدي كل واحد فيهم رقم تليفونه وبيقول لهم لو عايزين أي حاجة ابقوا كلموني. بعدين فانج بيكون هيروح، بس بيفتكر المية اللي كانت بتنقط في أوضته من جارته، وبيقول زمان أوضتي غرقت، وبيروح على البيت. ولما بيوصل بيطلع لبيت جارته وبيخبط عليها، بس بنكتشف إن المجرم بيكون قاعد جوه وبيعالج جروحه. ولما بيسمع صوت الباب بيسكت على طول، لكن صاحبة البيت اللي بتكون مربوطة بتفضل تدب دمانها في الترابيزة عشان فانج يسمعها وينقذها. لكن فانج لما بيلاقي إن مفيش حد رد عليه بيكون هيمشي، بس فجأة بيسمع صوت حاجة اتكسرت، وبنعرف إن حوض السمك اللي كان على الترابيزة وقع بسبب الست عليه. وفانج لما بيسمع الصوت بيرجع تاني وبيخبط على الباب، فالمجرم وقتها بيروح للست وبيطلع قوته وبيهددها إنها لو ما سكتتش هيقتلها. بعدين بيروح وبيفتح الباب لفانج وهو متعصب وبيسأله، قال له انت عايز ايه؟ وفانج بيستغرب لما بيلاقي شخص غريب هو اللي فتح له الباب، فبيسأله انت مين وبتعمل ايه هنا؟ فالمجرم بيقول له انه أجر البيت من الست اللي كانت عايشة هنا. ففانج بيعرفه ان في تسريب مية جاي من عنده ومبوظ العدة بتاعته، وبيطلب منه انه يدخل عشان يشوف التسريب جاي منين. فالمجرم بيفكر شوية، بعدين بيقرر انه يدخله البيت. ولما بطلنا بيعدي من قدامه المجرم بيحس بقوته المهولة. بعدين فانج بيدخل الحمام وبيلاقي ان المية بتتسرب منه، بس بيلاحظ ان في منديل عليه دم. في اللحظة دي بيفتكر الإعلانات اللي شافها في الشارع قبل كده عن المجرم، وبيعرف ان الراجل ده هو المجرم الحكومة بتدور عليه. فبيرمي المنديل بسرعة عشان المجرم ما يعرفش انه عارفه. ولما المجرم بيجي من وراه بيسأله إذا كان لاقي مكان التسريب، ففي تلك الأثناء فانج بيحاول يتعامل عادي وبيعرفه إنه لاقي مكان التسريب وبيطلب منه يصلحه وبيكون هيمشي. بس المجرم فجأة بيطلب من بطلنا إنه يقعد معاه شوية عشان عايز يتكلم معاه في موضوع، وفانج بيكون متوتر لكن بيضطر يوافق عشان المجرم ما يشكش فيه. بعدين هو بيسأله وبيقول له أنت سمعت عن المجرم اللي هربان من الحكومة؟ ففانج بيقول له أيوة. بعدين المجرم بيطلب من فانج إنه يستعد كويس للامتحان بتاع الفنون القتالية، بس فانج بيستغل الفرصة إن المجرم مديله ظهره وبيحاول يبعت رسالة لساكي لأنه بيحس إن المجرم كشفه. وطبعا زي ما احنا عارفين ساكي قال له لو احتجت أي حاجة ابقى كلمني. فبطلنا بقى بيحط إيده في جيبه كده وبيمسك تليفونه وبيكتب رسالة لساكي وبيطلب منه ينقذه. بس فجأة المجرم بيشوفه وبيعرف إنه بيطلب المساعدة. ساعتها بيعرفه إنه هيخلص عليه وبيقفل باب الشقة عشان بطلنا ما يهربش. في اللحظة دي بطلنا بيرن على ساكي بسرعة، وأول لما بيرد بيقول له الحقني بسرعة قبل ما أموت، ومش بيلحق يكمل كلامه. وبيلاقي المجرم بيطلع قوته وبيدي فانج ضربة قوية، بس بطلنا بيصد وبيفضل يهرب منه لحد ما المجرم بيديله ضربة بتهبده في الحيط وبتكسر التليفون بتاعه. طبعا فانج بيكون مش قادر يتحرك من الضربة، والمجرم بيروح عشان يخلص عليه نهائي، وفانج بيستسلم للأمر الواقع. لكن فجأة القوة بتاعته بتشتغل وبتخلي بطلنا يختفي من قدام المجرم وبيظهر من جنبه. والغريب إن إصابته بتكون اختفت وقوته رجعت تاني. المجرم طبعا أول لما بيشوف الحصل بيتصدم، وفي نفس الوقت بيتعصب وبيزود قوته عشان يهجم على بطلنا، بس هو بيقدر يتفادى الضربات ولكنهم بيتقاتلوا. وفجأة بيدخل ساكي وبيمسك المية اللي كان المجرم بيغليها وبيرميه عليه بكل قوة. بعدين بيديله ضربة جامدة جدا بتجيبه الأرض، والمجرم لما بيشوفه بيتفاجئ وبيسأله انت ايه اللي جابك هنا؟ فساكي بيعرفه انه كان بيطارده بقاله فترة واخيرا جه اليوم اللي هيمسكه فيه. والمجرم بقى بيفضل يهدده وبيقول له انه هيقتله، لكنه مش بيكمل الجملة. بعدها ساكي بيطمن على فانج، وفانج بيقول له انه بخير، وبيسأل ساكي هو ازاي جه بالسرعة دي. فساكي بيعرفه انه مهمته كانت القبض على المجرم ده، وبقاله فترة بيطارده لحد ما عرف انه موجود في المنطقة دي، وهو اصلا كان بيدور عليه هنا عشان كده جه بسرعة. بس هما الاتنين بيتكلموا وفجأة فانج بيقول انه لازم ينقذ جارته، وبيروح بعدها الأوضة اللي جنبهم بسرعة. ولما بيفتحوها بيلاقي الست صاحبة البيت مربوطة، فبيفكوها وبيطمنوا عليها. وبعد شوية الشرطة بتيجي وبياخدوا جثة المجرم وبيشكروا ساكي إنه ساعدهم. ولما هم بيمشوا ساكي بيسأل بطلنا إزاي المجرم ما قتلوش، وفانج مش بيعرف يرد لأنه مش عايز حد يعرف عن قوته الأسطورية.
بعد كده ساكي بيطلع شنطة كبيرة، وبنعرف إن دي الشنطة اللي كانت مع المجرم، وبتكون مليانة معدات لتعزيز القوة. وساكي بيتصدم إن المجرم كان معاه الحاجات دي كلها، وبيقول إنه أكيد كان بيخطط حاجة. ولما بيبص على المواد اللي في الشنطة بيلاقي فيها حاجة لونه أخضر، وده معروف إنه من المعدات المهمة، فبياخده ساكي لأنه هيساعده في زيادة قوته. وبيدي باقي الشنطة لفانج، وبيعرفه إن دي هدية منه لأنه ساعده في القبض على المجرم. وبيعرفه كمان إنه لو استعمل المعدات دي هيقدر يزود قوته. فبيقول له فانج بس أنت ما أخدتش أي حاجة منها، وساكي بيقول له أنا أخدت اللي أنا عايزه خلاص. وبيقعد يشرح لبطلنا كل حاجة دي إيه وفايدتها إيه. بعدين وهم واقفين بتجيله أخته وبتسأل أخوها هو ليه ما جاش ياخدها من المدرسة، بس أول لما بتشوف ساكي بتتصدم لأنها عارفة إنه شخص مشهور، فبتطلب توقيعه. ولما بيرجع بطلنا لبيته أول حاجة بيعملها إنه بيفتح الشنطة المعدات اللي هو أخدها، وأول لما بيحط إيده جواها فجأة بيروح للعالم بتاع النظام، وبيلاقي إن قوته زادت جدا، وبيحس إنها دخلت جسمه، فبيفرح جدا لأن قوته بتزداد من غير ما يعمل أي مجهود. المهم في اليوم اللي بعده بيكون بطل قاعد مع أصحابه في المدرسة، واحد منهم بيقول إن أبوه اشتراله جهاز بيقيس القوة، وده علشان يعرف قوته بقت قد إيه. وبيعرض على فانج إنه يروح معاه لبيته ويجرب الجهاز، وبطلنا بيوافق وبيروح معاه. وأول لما بيقعد على الجهاز وصاحبه بيقيس قوته بيتصدم من مستوى قوة فانج، وبيفكر إن الجهاز مش شغال أو فيه مشكلة، وبيفضل يختبر قوة بطلنا تاني لكن بتطلع نفس النتيجة. بعد كام يوم كده بيكون يوم اختبار قبول للجامعات، والمعلم بيعرف الطلاب إن كل الطلبة هيتم قياس مقدار قوتهم على الأجهزة دي، واللي هيجمع 114 نقطة هيكون ناجح. وبالفعل كل الطلاب بيدخلوا جوه الأجهزة وبيبدأوا يقيسوا قوتهم، وفانج طبعا من ضمنهم، بس بتكون قوته عالية جدا جدا لدرجة إن كل الموجودين بيتجمعوا عند الجهاز بتاعه، وهو بيفضل يزيد في قوته لحد ما بتوصل قوته ل 149. بعدها بيخرج من الجهاز وبيكون متأكد إنه نجح في الاختبار. بعدين بيكلم ساكي وبيطلب منه إنهم يتقابلوا، وساكي بيوافق. بعدين بطلنا بيروح على بيته، ولما أهله بيشوفوا درجته في الاختبار بيفرحوا جدا وبيكونوا فخورين بابنهم. بعدين بيروح بطلنا يقابل ساكي، وعلى طول بقى بيقوله إن قوته زادت بشكل كبير، وإن حتى عظم جسمه أصبح قوي جدا، وكل ده بسبب الشنطة اللي عطاها له، وبيشكره على المعدات دي. بس فجأة ساكي بيجي على فانج، ففانج بيقدر يتفاداله وبيسأله أنت عملت كده ليه؟ فساكي بيعرف إنه كان بيختبر قوته، وبما إنه قدر يستحمل الهجمات بتاعته يبقى فعلا قوته زادت. وبينصحه إنه هو يدخل الجامعة لأن فيها معدات كتير هتنفعه في المستقبل، ده غير إن المعلمين هناك جامدين جدا وهيخلوه يتطور بسرعة. وبيفضل يشرح له إيه المعدات اللي هناك، وإنه هيقدر ياخدها ببلاش مش زي الجامعات التانية. وفعلا بطلنا بيقرر يروح جامعة معينة اسمها جامعة ووهان، ولما بيستعد بيودع أهله لأنه هيروح الجامعة خلاص، وبيركب القطر اللي هيوصله، وأخته بتكون زعلانة إنه هيسيبها ويمشي. وبعد شوية لما بيوصل هناك بيتفاجئ من حجم البوابة بتاعت الجامعة، وأول لما بيدخل لجوه بتستقبله موظفة وبتقوله إن السكن هنا بيكون على حسب قوة الطالب، يعني لو قوته ضعيفة هيقعد في أوحش السكن. وطبعا مش محتاجين نعرف بطلنا هيقعد في أنهي سكن، لأن بقوته دي أفخم سكن في الجامعة هيكون شوية عليه. المهم لما الموظفة بتقيس قوته بتشوف إنه قوي جدا جدا، وبتديله مفتاح أفضل سكن في الجامعة. وفانج لما بيروح للسكن بيلاقيه كبير وواسع وبيكون مبسوط، بس لما الباب بيخبط وبطلنا بيفتح بيلاقي طالب اسمه تشانج بيرحب بيه، وبيعرف إنه قاعد في الأوضة اللي جنبه. ففانج بيدخله أوضته، بس وسط ما الاتنين بيتكلموا على بعض تشانج بيحس بقوة بطلنا، وبيقول له إن كل الطلاب الجدد لازم يتجمعوا في ساحة الجامعة الساعة 1 علشان المديرة عايزاهم، وبيقرض عليه إنهم يروحوا مع بعض. وفانج بيوافق فعلا، وبيروحوا مع بعض لساحة الجامعة. وفجأة أول لما الساعة بتيجي 3 بوابة الجامعة بتتقفل رغم إن لسه في طلاب ما دخلوش، وبيطلع شخص يقف قدام الطلبة الجداد وبتكون قوته عالية جدا، والكل بيستغرب هو إيه اللي بيحصل. والشخص ده بيعرفهم إن الساعة دقت وفي ناس متأخرة على الدخول، عشان كده هيتم خصم 20 نقطة من قوتهم. وبنعرف إن الشخص ده هو عميد الكلية،
وبيفضل يقول على قوانين لازم الطلاب كلهم يلتزموا بيها، واللي مش هيلتزم هيتعاقب. بعدين بيبدأ يقدم المعلمين للطلاب، وفجأة بتظهر قوة كبيرة جدا على شكل أسد، وبيطلع شخص من جوه القوة دي، وبنعرف إن ده مدرب الفنون القتالية تانج. بعدين بتظهر قوة على شكل تنين، وبيظهر من جواه معلم تاني للفنون القتالية وبيكون اسمه ليو. بعدين بتيجي المعلمة وراكسي. بعدين بيدخل راجل عجوز وبنعرف إن اسمه زيو، واللي بعده اسمه شين، وأخيرا بتدخل آخر معلمة، بس بيكون واضح إنها مش مهتمة بكل اللي بيحصل، لأنها مش بتعمل أي استعراض بقوتها زي باقي المعلمين. بعد كده كل المعلمين بيجمعوا قوتهم مع بعض، وبتطلع طاقة ضخمة جدا لدرجة إنها بتطير الطلاب من أماكنهم، بس تشانج وفانج بيفضلوا ثابتين في مكانهم، وفانج يستخدم قوته علشان يقدر يقف في مكانه. وفي الآخر بيجي مدير الجامعة يو، وبيظهر بقوته الذهبية، وكل الطلاب بيكونوا مصدومين من اللي بيشوفوه. المهم المدير بيعرفهم إنهم هيتنافسوا ضد بعض في مسابقة. بعدها المعلم تانج بياخد الطلاب للمبنى ده واللي بيكون بتاع المسابقة، وبيعرفوا إن المكان ده مكون من 4 أدوار، ولو قدروا يوصلوا للدور الرابع فده معناه إن هم يكونوا أقوى طلاب ويقدروا يختاروا القسم اللي هم عايزينه. وبعدين بيحذرهم إن ما ينفعش يوصل أكتر من 300 طالب للدور الرابع، وده معناه إنهم هيضطروا يقتلوا بعض عشان يوصلوا هناك. أوبا، دي شكل الأحداث هتولع نار يا صاحبي. لا، ده كمان بيعرفوا إن في أسلحة يقدروا يستخدموها في القتال. وبعد شوية بقى بتبدأ المسابقة، والطلاب لما بيدخلوا المبنى بيشوفوا الأسلحة وعلى طول بياخدوها وبيبدأوا القتال. بيكون كل طالب بيضرب في اللي جنبه، وفانج بيقول لتشانج في الدور الرابع بقى، وبيطلع يجري بسرعة. بس في شخص بيهجم عليه، لكن بطلنا بيتفادى الهجوم وبيضرب الشخص ده في وشه وبيهرب. لكن بيلاقي 3 كمان بيهجموا عليه، بس هو بيقدر يخلص منهم بسرعة وبيستمر في القتال لحد ما بيوصل للدور التاني. يا ابن اللعيبة. وفي وسط كل ده بيكون تشانج هو كمان بيقاتل في 2، واللي بيكونوا بيحاولوا يهجموا عليه، فبيقدر يخلص من واحد وبيروح يضرب التاني، لكن الشخص اللي ضربه الأول بيروح وبيعض تشانج، والتاني بيستغل الفرصة وبيديله ضربة في وشه. وبعد شوية بيوصل ولدين للدور الرابع، بعدين بيوصل 3 بنات كمان، وفي بنت بتطلب من صاحبتها واللي اسمها يونا إنها تبقى قوية شوية وتبطل تمثل إنها ضعيفة. بعد كده الدور بيبدأ يتملي بالطلاب، وأخيراً تشانج بيوصل هو كمان للدور الرابع، وبينادي على الأشخاص اللي ضربوهم شوية عشان ينتقم منهم. وفي الوقت ده بيوصل بطلنا فانج للدور الرابع، وبيقعد يشتم في كل الموجودين وبيتريق عليهم، وبيتريق كمان على الاختبار لأنه شايف الاختبارات دي تافهة وملهاش لازمة. طبعا كلامه ده بيعصب الطلاب والمعلمين، فبيرد عليه واحد من المعلمين من خلال مكبر الصوت وبيقول له انت لازم تتعاقب على كلامك ده، وبيطلب من كل الطلاب انهم يهجموا على فانج، ولو حد فيهم قدر يهزمه هياخد مكافأة. فواحد من الطلاب بيسأل تشانج إذا كان هينضم ليهم ولا هيفضل في صف بطلنا، وتشانج بيرفض إنه يسيب صاحبه، وبيبدأوا القتال مع بعض لما كل الطلاب بيهجموا عليهم وبيقدروا يتغلبوا على كل الطلاب بسبب قوة قوتهم، وبيستمروا القتال شوية، وبتيجي بنت تضرب بطلنا بس هو بيقدر يتفاداها وبيخلي ضرباتها تيجي في واحد تاني. والطلاب لما بيزهقوا بيتفقوا إنهم يهجموا عليه مرة واحدة، وفعلا بيجيبوا على أبطالنا وبيقدروا يفصلوهم عن بعض علشان ما يساعدوش بعض. بعدين بيروح مجموعة من الطلاب وبيفضلوا يضربوا في رجل فانج عشان يوقعوه، بس فانج بيبعد عنهم قبل ما يخسر، وتشانج بيكون هيساعد بطلنا بس بيروح مجموعة من الطلاب يهجموا عليه، وبتروح بنت تضربه وبتقدر إنها توقعه، وبكده بيكون تشانج خسر. والمعلمين لما بيشوفوا اللي حصل بيقولوا إن البنت اللي اتغلبت على تشانج دي قوية جدا، ولكن بيكونوا متفاجئين أكتر ببطلنا بسبب قوته. المهم بطلنا بيكون لسه بيقاتل الطلاب، وبرغم كترتهم فهو بيقدر انه يتغلب عليهم لما بياخد حباية طاقة وبيزود قوته وبيطير في الهوا كده وبيبعد عنهم. وكل الطلاب بيكونوا مصدومين من مرونته ومستغربين هو ازاي جسمه استجاب لحباية الطاقة بالسرعة دي. وبعد شوية بينتهي وقت القتال وبيعلن تانج فوز بطلنا. وتاني يوم بيروح الطلاب عشان يختاروا المعلم اللي هيدرس لهم، وفانج بيلفت انتباه المعلمة اللي معرفتش عن نفسها وقت الاستبان، بس بيستغرب لما المعلمة بتعرفه انها انسب حد ليه، فبيسألها ليه بتقول الكلام ده، فهي بتقوله ان كل الطلاب اللي هنا عارفين انك صاحب ساكت ومحدش بيحبه هنا لانه كان بيضرب الطلاب، وعلشان كده هو مكروه، وطبيعي لما الطلاب يعرفوا انك صاحبه مش بعيد ينتقموا منك، وبتعرفه انه لو انضم ليها فهي هتحميه،
وكمان هتوفر له المعدات والموارد اللي هو عايزها علشان يزيد من قوته. وبطلنا طبعا بيوافق من غير كلام، وبنعرف ان المعلمة دي اسمها فينجرو. بعدين بقى بيجي طالب كمان وبيعرف ان اسمه شيومي، وبيطلب من فينجرو انها تبقى المعلمة بتاعته، وهي بتوافق. بعد كده المعلمة بتاخد بطلنا البيت بتاعها وبتحط قدامه حبوب الطاقة، وبتطلب منه ياخد 2 من الحبوب دي، وبطلنا بينفذ كلامها، وساعتها بيحس ان قوته زادت. بعدين بتقول انه لازم يدمج قوة جسمه مع حبوب الطاقة دي عشان يقدر يتعود عليها. ولما فانج بيحاول يعمل زي ما هي قالت بيحس بشعور غريب وبيكون فرحان جدا. وتاني يوم بنعرف ان بطلنا بيتدرب مع البنت اللي هزمت شانج قبل كده، بس هم بيتدربوا بتيجي المعلمة فينجرو وبتقول لهم انهم بيتدربوا غلط، وبتضرب الخشب اللي قدامهم برجليها وبوم بيحصل فيها خرم كبير. وبعدين بتشرح لفانج ازاي يعمل الحركة دي، بس بطلنا لما بيجرب الحركة رجله بتتصاب وبيقول لفانجر انه مش هيقدر يتحرك. فهي بتقول له يروح للمتجر بتاع المدرسة ويجيب جزمة خاصة بالتدريب عشان ما يتصابش. فبيروح بطلنا يجيب الجزمة دي، ولما بيرجع فانجر وبتاخد فانج والبنت اللي معاه واللي بالمناسبة اسمها يونا لصالة القتال عشان يتدربوا هناك. بس لما بيشوفوا ان في اشخاص تانية بيتدربوا، بطلنا بيقول لهم تعالوا نروح صالة تانية لان دي مشغولة وفيها ناس. لكن الاشخاص دول بينادوا على بطلنا وبيقولوا له ان ساكي صاحبه ضرب واحد منهم، عشان كده هم هيضربوه دلوقتي مكانه. ففانج بينط على حلبة المصارعة بكل كاريزما، وفانجر بتعرفهم انها معلمة وهتبقى الحكم بينهم. والولد اللي هيقاتل بطلنا بيقول ان بسبب ساكي ما قدرش يتحرك من السرير لمدة 3 شهور. ساعتها فانج بيقول له انا هخليك المرة دي تقعد على السرير لمدة سنة كاملة. بيبدأ القتال ما بينهم، والشخص ده بيطلع قوته وبيهجم على فانج، وفانج بيفضل يتفادى الضربات ويصدها. بعدين بيديله ضربة برجله، بس الشخص ده بيصدها وبيهجم على فانج بضربة قوية. ولكن بطلنا مش بيسكت وبيرجع يهجم عليه وبيفضل يتريق عليه، وده بيخلي الواد يتعصب أكتر. ساعتها المعلمة فانجر وبتنادي على فانج وبتطلب منه يستخدم طاقته والحركات اللي هي علمتها له. فعلا فانج بيستخدم طاقته وبتظهر منه قوة كبيرة جدا وحرفيا وبيغمى عليه. وأصحاب الواد ده بيكونوا مصدومين من اللي حصل، وواحد منهم بيقول لفانج إن هو هيخلص عليه. بس في اللحظة دي بيتدخل ساكي وبيقول له لو عايز تضرب حد فتعال اضربني. ساعتها الواد بيتخرس خالص، هو مش بيقدر يتكلم. وبعدين ساكي بياخد بطلنا وصاحبه اللي دخل معاه وبيروحوا المطعم، وساكي بيقول لفانج إن في بطولة للفنون القتالية هتتعمل بين الجامعات وبيطلب منه يشارك فيها. ففانج بيسأله ليه، وساكي بيعرفه إن البطولة دي هتتعرض على التلفزيون ولو قدر يفوز فيها هيبقى مشهور. وفي اليوم اللي بعده المعلمين بيجمعوا الطلاب المتميزين، واللي بيكون من ضمنهم بطلنا وكمان صاحبه تشانج، وبيعرفوهم بقى إن في بطولة فنون قتالية هتبدأ بعد شهر، وهم بقى اللي هيمثلوا جامعة ووهان في المسابقة دي. وبيقول تانج البطلنا إن هو هيبقى قائد الفريق بما إنه أقوى طالب. بعد كده بتبدأ تدريبات الجماعية بتاعتهم وبياخدوا أسلحة جديدة. وفي يوم ما بطلنا بيتدرب بتروح فانجر وبتديله كتاب وبتقوله الكتاب ده فيه تقنيات لازم يتعلمها علشان يقدر يقاتل بالسلاح الجديد. وبتمر الأيام لحد ما بيجي يوم البطولة، وأصحاب فانج وأخته بيحضروا البطولة عشان يشجعوه. فهو بيروح يسلم عليهم، وبيكونوا كمان جايبين معاهم اليوتيوبر ده اللي كان بيعرض عليهم القتال في أول القصة. بعدين هم بيتكلموا، المذيع بينادي على الفرق، فبطلنا بيسيبهم وبيروح للحلبة مع الفريق بتاعه. والمذيع بيطلب من كل قائد يستعد عشان هيعملوا منافسة صغيرة ويشوفوا مين اللي هيبدأ القتال. بعدين بيطلع كل قائد على الحلبة، وأول ما بتترمي 4 كور بينطوا كلهم عشان أول واحد هيمسك الكورة هو هيبدأ الجولة. وبالفعل كل واحد بيمسك، وأخيراً بيحيل موعد القتال بين أول فريقين. وبيكون في ولد بشعر أبيض بنعرف إن اسمه شون، والمنافس بتاعه اسمه ريكو. بيبدأ كل واحد يظهر قوته وطاقته وبيهجموا على بعض، بس شون بيكون أقوى بكتير وبيقدر يتصدى كل هجمات ريكو وبيعمل هجوم مضاد. وطبعا ريكو بيتعصب وبيهجم بالسلاح بتاعه على شون، لكن شون بيقدر إنه يغرز الرمح بتاعه في بطن ريكو. بس ريكو مش بيستسلم وبيكون هاجم على شون تاني والرمح في بطنه. لكن فجأة شون بيطلع من الرمح ده السيف وبيقدر يتفاضل للهجوم ويحط السيف على رقبة ريكو، وبكده بيكون شون هو اللي فاز في القتال. وكل الموجودين بيكونوا مصدومين من البطولة الجامدة دي. المهم بعد كده بيستمر القتال بين الجامعات لحد ما بيجي الدور على جامعة بطلنا، وبيكون الكل متحمسين للبطولة دي.
حتى أبو فانج بيرجع من الشغل بدري علشان يتفرج على ابنه وهو بيقاتل. المهم بيطلع بطلنا الحلبة وبنعرف إن المنافس بتاعه اسمه جون، بس فانج بيكون مش فارق معاه الشخص اللي قدامه وبيقعد يتريق عليه، وطبعا الحركات دي بتعصب جون، فبيروح سريع سريع يهاجم على بطلنا. بس فانج بيتصدى للهجوم وبيهاجم على جون وبيطيره في ثواني. بعدين بيستخدم كل طاقته وبضربة واحدة بيكسر سلاح جون وبيخلص عليه. يا ابن اللعيبة، جمدان مفيش كلام يا صديقي الأوتاكو. بعدين بيروح يحط السلاح بتاعه في وشه وجون بيستسلم، ولما بيخرج بقى من الحلبة القائد بتاعه بيواسيه وبيقول له انت عملت اللي عليك. بعدين بيقول ولد تاني من الفريق ان فانج اكيد تعب من القتال، عشان كده عايزك انت تخلص عليه. بس بقى لما بيشوف بطلنا بياخد حبوب طاقة بيفكر ان دي لسه هتاخد وقت لحد مفعوله يشتغل، بس بيتفاجئ لما بيلاقي قوة فانجر رجعت في ثواني. فبيقول القائد للواد ده ابذل كل جهدك عشان تخلص عليه. ولما بيبدأ القتال فانج لسه بيعمل التحية بيلاقي الواد ده بيهجم عليه من غير سلام ولا كلام، والمذيع بيلاحظ ان الواد بيحاول يسيب رجل فانج بما ان رجله ضعيفة، بس بطلنا بيصد كل ضرباته. لكن فجأة الواد ده بيخطف سلاح بطلنا وبيديله ضربة بالطيارة وبعيد، ولما بيقع على الأرض بيروح يحط السلاح بتاعه في وشه وبيطلب منه يستسلم، بس فانج بيبعد عنه بسرعة رهيبة وبيظهر القوة بتاعته، وفي ثواني بيهجم عليه وبيديله ضربة برجله وبتلزقه في الأرض. وبكده فانج بيكون فاز في الجولة التانية، وكل اللي بيتفرجوا عليه بيكونوا مصدومين من قوته، ده حتى أهله بيكونوا مظلومين إن ابنهم بالقوة دي. وقائد الفريق التاني بيتعصب لما بيشوف أصحابه بيتهزموا، وبيقرر إن هو اللي هيقف قصاد بطلنا في الجولة التالتة. بعد كده بينط جوه الحلبة وبيهاجم فانج، وفانج بيفضل يتفادى هجماته، والقائد ده واللي بالمناسبة اسمه ويل بيستمر في هجومه على فانج. وفي وسط كل ده المذيع بيقول إن ويل بيهاجم على فانج عشان ما يديلوش فرصة ياخد حبوب الطاقة ويستعد قوته، بس فانج بيقدر يهرب منه من خلال الطيران، ودي بتكون صدمة لكل الجماهير لأن دي تقنية من المستويات العليا. المهم في اللحظة دي بياخد بطلنا حبوب الطاقة وبينزل الحلبة عشان يقاتل ويل، والاتنين بيهجموا على بعض بالأسلحة بتاعتهم. فجأة بقى ويلي بيظهر القوة بتاعته لدرجة إن هدومه بتتقطع وفانج بيهاجم عليه، بس ويلي بيكون قوي جدا لدرجة إن بطلنا مش بيقدر يسيبه بخدش واحد. في النهاية الاتنين بيتعبوا من القتال لحد ما المعلم بيطلب منهم يوقفوا لأن وقت القتال خلص، وبيتم إعلان فوسفان لأنه سبب ضرر أكبر. بعدها بياخد بطلنا حباية الطاقة عشان يستعيد قوته ويجهز للجولة الرابعة، وول بياخد قراره إنه هيتدرب عشان يبقى أقوى ويرجع يقاتل فانج من تاني. بينتقل بينا المشهد بعد كده بقى عند ساكي، واللي بيكون مع صاحبه في مكان زي كهف أو جبل، وبنعرف إنهم في مهمة سرية وبيكونوا واقفين يراقبوا البوابة بتاعة المكان، لأن بيكون في حراس واقفين بيراقبوهم، والحراس دول بيكونوا لابسين ماسكات. فبيروح ساكي وصاحبه للناس دول وبيظهروا قوتهم عشان يدخلوا معاهم في قتال. المهم يا صاحبي فكك من كل ده وتعالى بينا نروح لتاني يوم، لكن عند بطلنا بيتم إعلان الفرق اللي فازت في اليوم الأول من البطولة، وطبعا فريق بطلنا واحد منهم وبيتأهل للجولة التانية. ولما الفريق بيستعد عشان يخرج يقاتل المعلم تانجي بيعرف بطلنا إنه مش هيقدر يشارك في القتال النهاردة لأنه أظهر كل المهارات اللي عنده امبارح، وأكيد المنافسين شافوا في طريقته في القتال وممكن يعملوا خطة عشان يخسروه. ده غير إنه شخص أناني ومرضاش يخلي حد من فريقه يشارك في القتال امبارح. ساعتها فانج بقى بيوافق بكل سهولة وبيقرر إنه مش هيشارك في القتال. وهم بيتكلموا وبيدخل عليهم واحد من منظمين البطولة وبيطلب منهم يطلعوا للحلبة لأن البطولة هتبدأ. وقبل لما بيخرجوا تشانج بيطلب من فانج إنه يثق فيهم لأنهم هيفوزوا. بعد كده لما بيطلع الفريق للحلبة الجمهور والفرق التانية بيستغربوا إن فانج معاهم، لكن بعد شوية بيجي فانج وبيقولوا إنه هيشجع الفريق من بعيد. بعدين بتبدأ أول جولة وبتكون بين يونا وولد اسمه كونج من فريق شون، وكونج طبعا بيروح يهجم على يونا بكل قوة، بس هي بتصده بإيديها ولكن الضربة بتكون قوية عليها، فعلى طول بتهاجم هي كمان. وكالعادة بيستمر القتال بينهم زي ما حصل امبارح، بس بيكون واضح إن كونج هو الأقوى. بعدين بيروح يهجم على يونا بسلاحه لكن هي بتقدر تصده بإيديها وبتبعده عنها، وبيستمر القتال بينهم إن هو بيهجم وهي بتصده بإيديها
لدرجة إن بيحصل شرخ في إيديها ومش بتستحمل هجماته فبتطير من قوة الضربة. ساعتها كونج بيستغل الفرصة دي وبيروح يهجم عشان يخلص عليها، لكن هي بتستجمع قوتها وبتقوم تديله بالرجل وهو مش بيقدر يقوم بعدها، وبكده يونا كسبت الجولة الأولى. بعدين الممرضين بياخدوها لأن إيديها اتكسرت، وبيعرفوا الفريق بتاعها إنها مش هتاخد 3 شهور عشان تتعافى وترجع تقاتل من تاني. بعد كده بتبدأ الجولة التانية وبيكون القتال بين تشانج والمنافس بتاعه واللي اسمه شون، وتشانج بيكون داخل بكل قوة ومقتنع إنه هيهزم شون ده في ثواني، وبيروح يهجم عليه بسرعة. بس فجأة شون بيختفي وبيظهر من وراه وبيهجم عليه، بس تشانج بيصد الهجمات بسرعة، ولكن شون مش بيسكت وبيزود قوته في الضرب لدرجة إن تشانج بيطير. بعدين شون بيطلع الروح بتاعه وبيروح بكل قوة وطاقة يرمي الرمح على تشانج، بس تشانج بيتفاداه بسرعة والرمح بيكون هيقع على الجماهير. ساعتها الحكم بيتدخل وبيمسك الرمح في ثانية قبل ما يقع، فشون بيكون بيتفرج على اللي بيحصل. في اللحظة دي تشانج بيستغل الفرصة وهوب بيهجم عليه وبيقدر يضربه في وشه، فبيستخدم شون الرمح بتاعه وبيطعن بيه تشانج، لكن تشانج مش بيتأثر قوي وبيقدر إنه يكمل قتال. بس تشان مش بيديله فرصة لأنه بيخرج السيف من الرمح وبنكتشف إن ده سلاح مزدوج. بعد كده بيروح عشان يخلص على تشانج، ولكن في اللقطة المفاجأة دي المعلم ساكي بيتدخل وبيقول إن تشانج هيستسلم، فشون بيبعد عنه وبيخرج من الحلبة وبيجي الممرضين تاني عشان ياخدوا تشانج. واضح إن العيال هيتصفوا واحد ورا التاني، وفي بنت من فريق بطلنا بتكون متعصبة وبتقول إنها هتنتقم لأصدقائها، وهوب بتنط في الحلبة عشان تقاتل شون. ولما بتبدأ الجولة الثالثة شون بيلاحظ إن البنت دي مش معاها سلاح، فبيسيب سلاحه هو كمان، والبنت بتروح تهجم عليه، بس هو بيصد الهجوم، بس هي مش بتفوز وبتديله ضربة على دماغه، والضربة بتأثر عليه جامد، وهي بتستغل الفرصة دي وبتهجم عليه وبتكون هتضربه تاني على دماغه. لكن في اللحظة دي شون بيطلع السيف بتاعه من الرمح وبيطعنها في كتفها، ولكن ده مش بيوقف البنت، وبتمسك شون كده وبتديله واحدة على دماغه وبتجيبه الأرض، بس هي كمان بتكون تعبت. ساعتها الحكم بيعلن انتقال الجولة بالتعادل. بعدين بتبدأ الجولة اللي بعدها بنفس النظام وفي نفس الوقت ده، لكن عند ساكي بنشوفه وهو بيهرب مع صاحبه وبيكون ماسك في إيده بلورة كبيرة، فصاحبه بيزعق له وبيطلب منه يرمي البلورة لأنه لو ما سابهاش الناس اللي وراهم دول واللي هم نفس الأشخاص اللي لابسين ماسكات مش هيسيبوهم في حالهم، فبيضطر ساكي يرمي البلورة ويهرب. نرجع بقى للمسابقة وبنشوف إن الولد من فريق شون بيصد ضربات الولد من فريق فانك، لكن الولد اللي من فريق شون بيقدر يديله ضربة بتخلص عليه، وبكده يكون فريق شون هو الكسبان لحد دلوقتي، وأغلب أعضاء فريق بطلنا خسروا وتم إقصائهم. لكن بعد شوية بيكمل باقي أعضاء الفريق وبيفضلوا يتقاتلوا وبيقدروا إنهم يفوزوا. المهم في اليوم اللي بعده بيروح المعلم تانجي يتكلم مع الطلاب اللي خسروا، وبيفضل يواسيهم وبيعرفهم إنهم عملوا اللي عليهم وكانوا أقوياء. بعدين بيقول لفانج بما إنك قائد الفريق لازم تشجع فريقك، فبيروح بطلنا لأصحابه وبيعمل زي ما المعلم طلب منه. بس وهو بيتكلم المعلمة فينجر بتقول للمعلم تانج بكل سخرية إن طلابه مش أقوياء. ساعتها فانج بيتعصب وبيقول لهم إن البطولة لسه ما خلصتش. بعد كده بيجي تالت يوم في البطولة وبيكون فاضل في فريق بطلنا 2 بس اللي هم يونا وجين. بعدين بقى بيطلع جين للحلبة، ولما بيشوف المنافس بتاعه بيتفاجئ لأنه راجل ضخم جدا، ومع ذلك عمنا جين مش بيستنى وفي ثواني بيهجم عليه وبيقدر إنه يديله كام ضربة كده. وطبعا الشخص الضخم ده بيتعصب وبيطلع قوته وبيهجم على جين. هو بيقدر إنه يمسك الجوانتي بتاعه وبيفضل يلف، فجين بيستعمل قوته وفجأة الجوانتي ده بينفجر في الراجل الضخم، فجين بيفكر إنه كده كسب خلاص. بس فجأة الراجل ده بيجي وبيدي لوجين ضربة بتطيره وبيكسب هو القتال، وبرغم إنه بيكون تعبان لكن بيصمم إنه يكمل الجولة. وطبعا مش فاضل غير لونا واللي بتاخد حبوب الطاقة قبل ما تطلع الحلبة، وأول لما بتطلع الراجل الضخم بيهجم عليها وبيديها ضربة بتجيبها الأرض. بعدين بقى بيقعد ياخد نفسه من كتر الإرهاق، والمذيع بيكون هيعلن فوز الراجل الضخم، لكن فجأة لونا بتقوم من تاني، وده طبعا بسبب حبيبة الطاقة اللي أخدتها قبل ما تدخل الحلبة، ودي بتخلي طاقتها ترجع تاني. ساعتها بقى المذيع بيعلن إن هي اللي فازت لأن الراجل الضخم بيكون فاقد الوعي،
فبيروح الولد اللي كان بيقاتل تشانج وبيقول إنه هو اللي هيقتلها بإيده، وبيبدأ الاتنين يهجموا على بعض، لكن الولد دوت بيقدر يتفادى هجمات لونا وبيفضل يستهزأ بيها. فهي بقى بتتعصب جدا وبتستخدم قوتها وبتعمل نسخ كتير منها، وكل النسخ بتهجم على الواد، بس هو بيقدر يمسكها وبيوقعها وبيستخدم قوته وبيهجم عليها، لدرجة إن الكل بيفكر إنها خلاص هتموت. بس في تلك الأثناء وبيصد ضربة الواد ده، وهو بيقول إن لونا هتستسلم وإن هو اللي هيكمل القتال. ولما لونا بتخرج من الحلبة في ثواني بيبدأ الاتنين يهجموا على بعض، وفانج بيقول للواد ده أنا عايز أهزم شون قائد الفريق، وبيدي للواد ضربة بتطيره بره الحلبة. وقتها شون بقى بيدخل وبيهجم على فانج، بس بطلنا بيصد ضربته، وكالعادة يا سادة الاتنين هيفضلوا يضربوا في بعض شوية، بس المرة دي الاتنين بتكون قوتهم متكافئة. بعدين بطلنا بينط وبيرمي طاقته علشان تصد شون، لكن شون بيصدها، وفي لحظة بيقدر انه يصيب بطلنا وبيضربه على دماغه، والضربة بتأثر على فانج جدا، لكن هو مش بيستسلم وبيكمل قتال، وبيستمر هذا القتال الناري. بس فجأة شون بيستخدم طاقة جامدة جدا لدرجة ان فانج مش بيقدر يتفاداها، فبيحاول انه يصدها بالسلاح بتاعه، لكن مش بيقدر وبيفقد الوعي. بعدين بيلاقي نفسه في النظام بتاعه، وفجأة الطاقة بتبدأ تدخل جسمه، وفانج بيحس ان طاقته بتتجدد وبيفوق تاني، وبيقوم بسرعة كده يهجم على شون بكل قوة، وبيخرج طاقة على شكل نمر، وبيفضل يهجم على شون ومش بيديله فرصة يدافع حتى. مش بس كده، لا ده كمان بيستخدم سلاح، ولما شون بيحاول يصد الهجمات دي السلاح بتاعه بيتكسر، وبطلنا بيستغل الفرصة وبيديله ضربة بتفقده الوعي، وبكده يكون بطلنا هو اللي كسب. في اليوم اللي بعده بيكون فانج قاعد في سكن الجامعة وبيتضرب عشان يزود طاقته، وبيفكر انه لازم يبقى اقوى عشان محدش يقدر يهزمه بعد كده. بينزل يتمشى مع اصحابه واخته، واصحابه بيسالوه انت هتقضي الاجازه فين، فبيقول لهم انه هيرجع البيت علشان هو مفتقد اهله. وبعد فتره بيستعد عشان يرجع للبيت وبيركب القطر، ولما بيوصل للمدينه بيودع اصحابه وبيتمشى في الشارع مع اخته وهو فرحان بالانجازات اللي حققها. بس فجاه بيجي راجل راكب عربيه وبيقف قصاده وبيقول له أنا معجب بيك وبقتالك جدا، وبيطلب التوقيع بتاعه. بعدين بيروح مجموعة شباب بيقفوا فانج وبيطلبوا منه توقيع وهم كمان. المهم بقى إن هو لما بيرجع للبيت أهله بيرحبوا بيه، وهو بيدخل ينام على طول. ولما بيصحى بيقرر ينزل يتمشى شوية. هو بالفعل بينزل، بس فجأة بيقف واحد من الحكومة في المدينة، فبيقول له فانج أنا ما عملتش حاجة. والراجل بيقول له لا أنا عايز أتكلم معاك في موضوع، وبيعرفوا إن بسبب مهاراته في البطولة في مستثمرين كتير عايزين يستثمروا في المدينة بسببه، وكمان عشان المدينة دي بيخرج منها موهوجين كتير زيه زي ساكي وغيرهم، عشان كده الحكومة عايزة تعبر عن شكرها ليه. والراجل بيعرفوا إنهم بنوا له بيت جديد عشان يقدر يعيش براحته، وكمان بيعرفوا إن ساكي هو اللي قال لهم يبنوا له بيت جديد لأن الهدية دي هتعجبه. يا ابن المحظوظة، شكلها لعبت معاك ولا ايه؟ بعد ما الراجل ده بيمشي بطلنا بيتصل بساكي وبيشكره على كل اللي عمله معاه. بعد كده بقى بيروح ياخد عيلته وبيفرجهم على بيته الجديد، وكلهم بيكونوا مصدومين من حجم البيت، وبطلنا بيعرفهم ان مفيش فقر تاني. وبتمر الايام بقى وبطلنا بيعد حياة سعيدة مع اهله، ولما الاجازة بتخلص هو بيضطر يرجع لقرف الجامعة تاني. عامة يا صديقي، هو لما بيروح الجامعة بيقعد مع أصحابه، بس بتجيله مكالمة من ساكي وهو بيطلب منه يجي يقابله في الجامعة بتاعته ويجيب معاه أصحابه. طبعا بطلنا بيستغرب من الطلب ده، لكن بينفذه، وفعلا بياخد أصحابه وبيروح للجامعة اللي فيها ساكي. ولما بيوصلوا وبيشوفوه بطلنا بيسألهم أنت كنت عايزني في إيه؟ فهو بيقول له أنا عايز أعمل مسابقة للفنون القتالية بين جامعتي وجامعتك، وعايزك أنت وأصحابك تمثلوا جامعتكم. في اللحظة دي فانج بيكون عايز يرفض، بس أصحابه بيوافقوا وبيفضلوا يحاولوا يقنعوه لحد ما في الآخر بيوافق. بعد كده بالليل بتكون حلبة القتال بتتجهز، وفانج بيتصل بالمعلم تانج وبيعرفه باللي حصل، وبيطلب منه معدات عشان يزود من قوته. والمعلم بيكون متضايق انهم بيعملوا حاجة زي كده من غير ما يعرفوه في البداية، ولكن في النهاية بيوافق. وبعدين بتروح المعلمة بواي وبتدي لبطلنا المعدات اللي هو محتاجها. وبعد شوية بيجي ميعاد المسابقة، وساكي بيطلع على المسرح وبيكلم الطلاب اللي من جامعته وبيعرفهم انهم لو خسروا فهم هيدوا لفانج وفريقه 10% من معدات الجامعة لمدة شهر كامل. ساعتها الطلاب بيعتنضوا، فبيجي مدير الجامعة وبيقول للطلاب اللي مش عاجبه الكلام بتاع سياكي يقدر يسيب الجامعة ويمشي. وطبعا كلهم بيتخلصوا في ثواني.
المهم بقى أخيرا بيحين موعد القتال، واللي بيكون بين شاو من فريق بطلنا واللي بالمناسبة اسمه تشاولي، والمنافس بتاعه اسمه زيوس. وزيوس بقى بيطلع طاقته وبيهجم على الشاولي، بس الشاولي بيصد الضربة، لكن زيوس مش بيسكت وبيهجم على الشاولي وبيقدر يمسكه من خلال سلاحه اللي بيتحول لخيط بيربط بيه تشاولي. بس هو بقى بيقدر يفك نفسه وبيتفادى هجمات زيوس. بعدين بيجمع طاقته في ايده وبيقدر يضرب زيوس في بطنه، بس زيوس مش بيتهز حتى. وقتها تشاولي بيديله ضربة برجله وبتخليه يفقد الوعي، وبكده بيكون هو اللي فاز في القتال. وأخيرا يا سادة بيحين دور بطلنا، والكل بيكون فرحان بما إنه قدامهم شخص مشهور، وبنعرف إنه هيقاتل بنت، فبيفضل بقى هو يغازلها وهي بتتعصب وبتروح تهجم عليه بكل قوتها. وطبعا بطلنا بيتفاداهم كل ضرباتها وبيفضل يتريق عليها، فبتقوله لو راجل اقف مكانك، وفعلا هو بيقف لكن بيفعل قوته وبيهجم عليها وبيديها ضربة وبترمي وبتقع ومش بتقوم من تاني. وبكده يكون بطلنا هو اللي فاز. بعدين بيدخل المنافس التاني وبيعرف عن نفسه، بس بطلنا بقى مش بيهتم بكل ده، والواد بيتعصب هو كمان. أما انت خنزير بصحة يا فنج؟ لا، وكمان ده مش بيسكت لحد كده، وعلى طول بيديله ضربة بتخلص عليه، وبكده يكون هو كمان كسب في الجولة دي من غير حتى ما يكمل ثواني. بعدين بياخد حباية طاقة عشان يرجع قوته، والمعلمين بيكونوا مصدومين من قوته لأن عمرهم ما شافوا طالب زي ده. المهم بيدخل المنافس الثالث الحلبة وبيكون واضح إنه قوي، لكن بطلنا مش بيهتم وبيقول إنه هيخلص عليه بكل سهولة، وبيرمي بقى السلاح بتاعه كده لأصحابه لأنه هيستخدم إيده بس في القتال. وأول لما الجولة بتبدأ بيفضلوا يلكموا في بعض يمين وشمال، بس بيكون واضح إن المنافس أقوى من فانج لأنه بيتصدى الهجمات بكل سهولة. وبطلنا بقى آخر ما بيزهق بيطلع طاقته وبيهجم عليه برجله، بس الصدمة إن المنافس ده بيقدر يصد الضربة، وبيروح يهجم على بطلنا لدرجة إنه بيوقعه على الأرض، وبيطلع هو كمان قوته وبيكون خلاص هيخلص على فانج. يا نهار أبيض! في اللحظة دي فانج بيقوم وبيصد الهجوم بكل قوة رغم إنه تعبان، وبيفضلوا الاتنين يتقاتلوا، بس بطلنا بيكون زهق، عشان كده بيمسك المنافس من دماغه وبيفضل يضربه وبيديله ضربة بتطيره حرفيا، لدرجة إن كل الموجودين بيكونوا خايفين منه وبيرفضوا إنهم يقتلوه. ساعتها ساكي بيطلع الحلبة وبيزق الطلاب وبيقول لهم انتوا جبناء عشان خايفين تقاتلوا شخص أصغر منكم. في اللحظة دي كل الطلاب بيتحفزوا وبيقرروا انهم هيتدربوا ويرجعوا يهزموا بطلنا. وبعد بقى ما المسابقة بتنتهي، وطبعا بفوز بطلنا زي ما احنا عارفين وفريقه، المعلم بياخد فانج المكتب بتاعه وبيقوله انه هيدي لبطلنا مكافأة على مهاراته وقوته دي، وبيطلع له بقى كتاب كده وبيعرفه ان الكتاب ده فيه مهارات هو لو اتعلمها هيكون اقوى. وفانج بيشكره على الكتاب، والمعلم بيقول له انا ممكن اخليك تشتغل في الجيش بعد ما تتخرج. ففانج بيقول له انه هيبقى يفكر في الموضوع ده. وتاني يوم بيكون فانج بيتمشى لحد ما بيوصل لمكان، وبنكتشف انه هيقابل المعلمة فينجرو، بس وهو هناك بيشوف صاحب ساكي واللي بنعرف ان اسمه زانج، وهو بقى بيتنمر على طالب وبيضربه. فبيروح شخص يضرب زانج وبيشتمه عشان بيتنمر على الناس وبيهجم عليه، لكن زانج بيصد هجومه بسرعة وبيقول له انه هيضربه من غير اي اسلحة. وبيبدأ القتال بين الاتنين، وزانج بيكون جامد جدا لدرجة ان الشخص ده مش بيعرف يعمل له اي حاجة، وزانج بيفضل يتريق عليه. بعدين بيروح لبطلنا وبيرحب بيه، وفي الوقت ده بتيجي فينجرو وبتضرب زانج وبتقول له بما انك كسرت المكان يا اما تصلحه او تدفع فلوس. بعدين بتاخد بطلنا بقى المكان غريب وبتقول له ان الأوضة اللي وراهم دي معروفة بغرفة التدريب، وبمجرد ما هو يدخل جوه الأوضة هيتدرب على زيادة قوته. فبيدخل بقى بطلنا الأوضة وبيبدأ يجمع في الطاقة، ولكن تجميع الطاقة في الغرفة دي بيكون صعب جدا. بس الصدمة بقى إن فانج بيقدر يزود قوته رغم كل الصعاب، لدرجة إن في هالة من الطاقة بتظهر حواليه، وفانجرا حرفيا بتكون مصدومة من اللي بتشوفه وإن إزاي قدر يعمل كده بالسهولة دي. وبنكتشف إن الأوضة اللي هو فيها بتمتص القوة. المهم لما بطلنا بيطلع من الأوضة بيقول للمعلمة إنه هيروح يرتاح شوية. بينتقل بينا المشهد بعد كده للمدير يو، واللي بيكون بيتكلم مع النائب بتاعه، وواضح إنهم قلقانين، وبنعرف إنهم بعتوا المعلمين لمكان اسمه عالم البوابات. والنائب بيقول للمدير إنهم لازم حالا يبعتوا الطلاب للعالم ده علشان يدافعوا عن بلدهم. بعد كده بالليل بيكون بطلنا بيتمشى في الجامعة لوحده، بس بتوقفه لونا وبتسأله إذا كان شاف المعلمة باي لأنها مش لاقياها.
بس فجأة بص كل ده بيسمعوا الطلاب وهم بيصرخوا وبيقولوا إن المعلمين رجعوا من عالم البوابات. ولما فانج ولونا بيروحوا علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل، بيشوفوا المعلمة باقي نازلة من العربية، والصدمة إن دراعها بيكون مقطوع. في اللحظة دي بيوصل للمدير يو ومعاه باقي المعلمين، وبيكون في قصص كتير للمعلمين نازلة من الأتوبيس ده، وبنعرف إنهم كانوا في عالم البوابات. بعدين بيعملوا جنازة لكل المعلمين دول، وبيكونوا زعلانين على موتهم. وفي اليوم اللي بعده المعلمة باي بتجمع بطلنا وأصحابه وبتكلموا عن عالم البوابات، لأن الجامعة هتبعتهم هناك قريب، وبتعرفهم إن من 700 سنة حصل زلازل كتيرة جدا والأرض كانت هتتدمر، لكن في وسط الزلازل دي لقيوا بوابة غريبة. ولما الناس دخلوا البوابة دي عشان يستكشفوها لقوا كائنات غريبة بتهاجمهم، بس في أشخاص أقوياء بيقدروا يدخلوا ويحاربوا الكائنات دي. وقدروا كمان إنهم يستكشفوا العالم ده، وعرفوا إن عالم البوابات أكبر من الأرض بمراحل، وإن الكائنات اللي هناك عايزين يحتلوا الأرض، وهيجي يوم والبوابات دي تتكسر والوحوش هتقدر تحتل الأرض. طبعا لما بطلنا وأصحابه بيسمعوا الكلام ده بيخافوا. بعدين المعلمة باي بتطلب من فينجرو إنها تدرب لونا بدلها، لأن هيكون صعب تدرب لونا وإيدها مقطوعة. بعدين بقى فانج بيطلب من فينجرو تديله معدات عشان يزود من قوته، وحرفيا الواد كل شوية يسأل على المعدات. المهم بقى إن فعلا المعلمة بتوافق وبتقول له أنا هديك اللي أنت عايزه، ولكن بشرط إنك تروح تدي الرسالة دي لطليقي، وبتحذره إن طليقها ده عصبي وقوي جدا. ساعتها بطلنا بيقول لها على مين ده، أنا فينجم، والدليل على كلامه إنه بيقرر ياخد صاحبه معاه. الله، مش كنت عامل نفسك قوي وجامد من شوية؟ المهم فعلا إنه بياخد تشانج وكمان تشاو معاه وبيروحوا بيت طليقها، بس بيكون بطلنا وتشاو مستخبيين، وتشانج بياخد الرسالة وبيديها له. بعدها تشاو وفانج بيطلعوا من المكان اللي كانوا مستخبيين فيه علشان يكلموا طليق فينجرو، بس لما طليقها بيعرف إن فانج تلمسها فجأة بيضربه بقوة لدرجة إنه بيطيره، وهنعرف ليه كمان شوية. تاني يوم بقى بيكون بطلنا قاعد مع تشانج وبيسأله هو ليه طليق المعلمة ضربني امبارح، فبيقول له تشانج أنا هحكي لك الحكاية من الأولها. وبنعرف إن المعلمة فينجرو كانت متجوزة الراجل ده، واللي بنعرف إن اسمه فو، ومخلفة منه بنت، وكان أسرة سعيدة. لكن في يوم من الأيام جوزها بياخد بنته معاه لعالم البوابات، بس وهو بيقاتل الوحوش انشغل عنها، والوحوش اتجمعوا عليها وقتلوها، ومن بعدها فينجرو انفصلت عن جوزها. في اللحظة دي بقى بطلنا بيقرر إنه لازم يكون أقوى علشان ينتقم لبنت المعلمة من الكائنات اللي في عالم البوابة. بعد كده بيروح بطلنا أوضة التدريب عشان يتدرب، والمعلمة فينجرو وبتكون بتراقبه، ولكن بيجي نائب المدير وطليقها فو وبيسألوا المعلمة هي ليه مهتمة بفينج وبتشرف عليهم نفسها، فمتقول لهم إن الموضوع ده ما يخصهمش. ساعتها بيسكتوا وبيتفرجوا على بطلنا وهو بيتدرب، لكن بيكونوا مصدومين من قوته ومن الطاقة اللي في جسمه. ولما بيخلص تدريب وبيخرج من الأوضة، وفينجرو بتقول وما ينساش ميعاد بكرة عشان يكملوا تدريب. وبتمر الأيام بقى يا صاحبي، وفينج بيتدرب تحت إشراف المعلمة فينجرو، لحد ما بيجي اليوم اللي الطلاب هيدخلوا فيه عالم البوابات. ووقتها المدير يو بيجمع كل الطلاب وبيفضل يحفز فيهم، وبيقول لهم إن أهم حاجة يرجعوا بخير، وإنهم لو ماتوا هناك هيموتوا وهم بيدافعوا عن بلدهم. بعدين الطلاب بيودعوا المديرة وبيركبوا باص بياخدهم للقاعدة العسكرية، والمعلم تانج بيوري التصريح بتاعه للعسكري وبيدخلهم. والطلاب لما بيدخلوا جوه القاعدة بيتفاجئوا من حجمها، لأنهم بيدخلوا في مكان زي كهف من حديد، وبطلنا بيقعد يحسب ده الكهف ده يعمل له كام طن. بعدين المعلم تانج بياخدهم وبيدخلهم من الكهف ده لعالم البوابات، واللي بيكون عبارة عن دايرة حمراء كده. ولما بيدخل أبطالنا من البوابة دي بيكتشفوا إن في بوابة تانية، ولما بيعدوا البوابة التانية بيستقبلهم شخص، وتانج بيعرفهم إن ده الجنرال موفو، وبيفضل يحكي لهم بقى عن إنجازاته. وموفو بقى بياخدهم معاه عشان يوريهم المكان. طبعا لما أبطالنا بيشوفوا المدينة بيستغربوا من شكلها، والجنرال موفو بياخدهم للمدينة اللي البشر عملوها هنا، وبيعرفهم إن المدينة دي اسمها مدينة الأمل، وإن الأسوار دي لو اتكسرت الوحوش اللي هنا هتخرج وهيسيطر على الأرض. بعدين بيحذرهم إن الوحوش اللي في العالم ده قوية ولازم يكونوا حذرين، لأن ممكن في أي وقت يلاقوا حد بيهاجمهم وهيكون صعب السيطرة عليه. بعد كده بقى تانج بياخد الطلاب على جنب علشان يعرفهم على العالم ده أكتر،
وبيفضل يتكلم ويحافظ الطلاب وبيعرفهم إنهم هيقتلوا الكائنات اللي في العالم ده دلوقتي. وبيبص بقى بعدها لفينج وبيقول له أنت أقوى حد فينا وعندك موهبة جامدة لازم تستغلها. وبيعرفوا إن ساكي كان هنا وهو لسه في المستوى الثالث وقدر يهزم وحوش من المستوى الخامس. وبيفضل يحكي له عن أشخاص كتير ضحوا حياتهم في سبيل حماية بلدهم، وبيقول لبطلنا أنت مستحيل تكون زيهم. ساعتها بيتعصب بطلنا من كلام المعلم تانج وبيقول له بس أنا قوي وأقدر أخلص عليهم. وتانج بيقول له خلاص اثبت لي إن أنا غلطان. فبيطلب بطلنا من المعلم تانج إنهم يأجلوا قتال الكائنات اللي هنا كمان شوية عشان فينج يقدر يحط خطة مع أصحابه، بس المعلم بيرفض وبيقول له إن لو عايز يبقى أقوى لازم يواجه الموقف من غير أي خطط، وده عشان يكون عنده سرعة بديهة. وبالفعل في النهاية بطلنا بيقتنع بكلامه بعد إن المعلم تانجي بياخد بطلنا وأصحابه عشان يستكشفوا المدينة. وبعد شوية هم ماشيين بيلاحظوا إن فانج مش معاهم، وبنعرف إنه تاه منهم لأنهم بيمشوا بسرعة. وعلى الجنب التاني بقى بنشوف بطلنا وهو ماشي لوحده وبيحاول يرجع لأصحابه، وفي نفس الوقت برضه بيستكشف المكان. بس فجأة بيلاقي قوة كبيرة جدا بتضربه. طبعا بطلنا بيتصدم وبيشوف واحد بيخرج من وسط الزرع اللي حواليه، وبنعرف إن ده واحد من عالم البوابات. وفي ثواني بيروح يهجم على فانج، وبنكتشف إن سكان عالم البوابات هم نفس الأشخاص اللي كانوا لابسين ماسكات وساكي بيحاربهم مع صاحبه وكان بيهرب منهم كده وهو ماسك بلورة كبيرة. وإحنا عارفين بقى الباقي، وبنعرف إن اسمهم أهل الكهف. المهم بطلنا بيقدر يهرب منهم وبيستخبى وسط الزرع. بعدين بيستعد وبيطلع طاقة جامدة جدا بيخلص بيها على الكائن ده. بعدها بيروح يشوف شكل الشخص ده وبيقول إن أهل الكهف دول شكلهم شبه البشر. بعد كده بيقعد يفتش الشخص وبيلاقيه معاه حجر فبياخده، وبيلاقي كمان معاه سلسلة فبياخدها. بس فجأة بيشوف 3 من الكائنات دول جايين فبيستحبى بسرعة، وهم لما بيشوفوا واحد منهم ميت بيتعصبوا وبيقعدوا يدوروا على بطلنا. وبنكتشف إنهم بيعرفوا مكانه عن طريق إنهم بيشموا دمه، وبيطلعوا بقى أسلحتهم عشان يهجموا عليه. بس في ذلك الوقت بطلنا لما بيحسوا إنهم هيمسكوه بيطلع يجري بسرعة، فلا يا باشا بيهرب من المكان وهم بيروحوا وراه وبيحاولوا يخلصوا منه. واحد منهم بيرمي على بطلنا سهم ناري لكن هو بيتفاداه. كل ما بيرموا عليه طاقة أو قوة فهو بيتفاداها أو بيصدها. في نفس الوقت ده بقى لكن عند المعلم تانج وأصحاب بطلنا بيكونوا وصلوا للمكان اللي فيه بطلنا وبيشوفوا جثة الشخص اللي قتله. بعدين بيجي نائب المدير وبيقول له إنه بعت فريق علشان يدور على فانج. في الناحية التانية بطلنا بقى بيكون لسه بيحارب فيهم وبيطلع قوته عشان يقدر يهرب منهم. أهو فعلا بيقدر يهرب. أهو بعد شوية وهو بيهرب بيلاقي نفسه في مكان غريب وقدامه نمر ضخم جدا. ساعتها بيعرف بطلنا إنه دخل للمنطقة الخطر لأن المعلم تانج كان حكى لهم عن المنطقة دي قبل كده. وفي لمح البصر هوب بيجي ال3 أشخاص دول واللي كانوا بيحاربوا بطلنا، وبكده يكون اتحاصر من كل ناحية ومش هيعرف يهرب. بس بيتفاجئ إن ال3 أشخاص دول بيهربوا لما بيشوفوا النمر الضخم ده. بس فجأة النمر ده بيطلق قوته وبيمسك الأشخاص دول وبيفضل يسرق طاقتهم. ولما النمر بيخلص امتصاص الطاقة كلهم بيموتوا. أو فانج أول لما بيشوف اللي حصل بيتصدم وبيتحط متسمر مكانه. لما النمر بيقرب منه بيقعد يشمه. وقتها بيفهم بقى إن النمر دوت بيشم الطاقة، فعلى طول بيطلع الحجر اللي أخده من الشخص اللي خلص عليه وبيرميه كده، فبيروح النمر ورا بسرعة وبياكله. وبطلنا بيستغل الفرصة دي وبيحاول يهرب، بس النمر ده بيستخدم طاقته وبيوقف بطلنا في مكانه. وفجأة بقى بيبدأ يسرق قوته زي ما عمل مع أشخاص التانيين، وبيكون متفاجئ إن طاقة فينج ملهاش نهاية، فبيفضل يسرق الطاقة كلها لحد ما بيزهق. وبرغم كده فينج بيكون لسه معاه طاقة. بعدين النمر بيسيب بطلنا وبيروح ينام، وأول لما بطلنا بيحس إنه خلاص نام بيهرب بسرعة. بس لما بيخرج من المنطقة بيلاقي قدامه مجموعة من أهل الكهف،
فبتجيله فكرة وبيخلي أهل الكهف يجري وراه لحد ما بيرجع للنمر من تاني، ولما النمر بيشوفهم بيمتص قوتهم وبيروق عليهم، وبطلنا بيستغل الفرصة وبيطلع بره منطقة الخطر خالص. ولكن وهو ماشي بيلاحظ إن في مجموعة من أهل الكهف، فبيستخبى بسرعة، وحرفيا الناس دول شكلهم مش بيخلصوا ولا إيه. بيشوفهم بقى هم بيعملوا إيه، وبنلاحظ إنهم لابسين زي الأشباح، واضح إنهم بيخططوا لحاجة. فبيقعد يفكر هيعمل إيه، وبيقول يا إما أحارب الكائنات دي يا إما أرجع للنمر. وبيقرر في النهاية إنه يرجع للنمر ويقعد معاه شوية. ولما النمر بيشوفه بيبدأ يسرق منه شوية طاقة، وفينج بيعرف إن النمر ده أكيد في مرحلة الترفيع، عشان كده محتاج طاقة كتير. بعد كده فينج بيقعد يرتاح وبيروح يجمع الأسلحة بتاعت أهل الكهف اللي ماتوا، وفجأة بيلاحظ إن أول ما جمع الأسلحة دي كل طاقتهم بتدخل جسمه، وبيحس إنه بقى أقوى من الأول. ساعتها بتجيله فكرة وبيفضل يجيب أهل الكهف للنمر عشان يخلص عليهم وهو يجمع أسلحتهم وياخد الطاقة. لما بيخلص بقى بيدخل النظام بتاعه وبيشوف قوته بقت قد إيه، وبتكون قوته زادت بشكل كبير. فبيقرر إنه يرجع للمدينة، وبسبب تفاهته فهو بيشكر الوحش قبل ما يمشي عشان ساعده يجمع الطاقة دي كلها. نرجع بقى لمدينة الأمل، وبنعرف إن المعلمة فينجرو دخلت المدينة، والمعلم تانج بيقول لها إن تلميذها فينج تاه منهم وما يعرفوش هو فين، وبيعرفها كمان إن الحرب قربت جامد وإن أهل الكهف خلاص قربوا إنهم يدخلوا الأرض. وقتها المعلمة فينجرو بتتعصب عليه وبتقول له بسببكم بنتي ماتت هنا، ودلوقتي تلميذي مفقود وممكن يكون ميت، وكل ده لأني بثق في الحكومة. لكن في النهاية مش بياخد غير وجع القلب، وبتفضل تهزق في كل اللي حواليها. بس طليقها بيحاول يهديها، لكن هي بتفضل تزعق له وتقول له انت السبب في موت بنتي. بس وهما بيتكلموا فجأة بيسمعوا صوت فينج اللي بيكون بيهرب من أهل الكهف، وفي واحد منهم قوي بيكون هيهجم عليه. بس في ديك الثانية المعلم تانج بيتدخل بسرعة وبيروح يهجم على الراجل ده، وبيفضلوا الاتنين يهاجموا على بعض. بس بيكون واضح ان المعلم تانج أقوى من الراجل لأنه بيتحول كده وبيفضل يهجم عليه. ساعتها الراجل بيحس انه هيخسر في القتال، فبينده المساعدين بتوعه وبيخليهم يهجموا على المعلم تانج، وبيسيبهم وبيهرب. بس تانج مش بيسكت وبيروح وراه، وبيقدر انه يديله ضربه بتكسر ايديه الاتنين، فالراجل ده بيهرب باقصى سرعه. بعدين المعلم بيقول لبطلنا يلا نرجع للمدينه، ولما بيوصلوا فينج بيطلع كل المعدات والسلاسل اللي اخدها من اهل الكهف اللي ماتوا. ساعتها كل الجنود بيفضلوا يهتفوا باسمه وبيشكروه على شجاعته، وبكده يكون بطلنا اثبت للمعلم تانج انه قوي. بعد كده بقى بيروح عشان يتعالج، وبيكون فريقه كله واقفين معاه، فهو بيعرف المعلمين على اللي حصل معاه، وبيقول لهم على الاشخاص اللي شافهم وانهم لابسين زي الاشباح، وبيقول لهم كمان انا اعتقد انهم بيستعدوا عشان يعملوا هجوم على الارض. فالجنرال موفو بقى بيقول لهم احنا لازم نستعد للقتال في اسرع وقت. بعد كده بيسيبهم وبيطلع يتكلم مع المعلمين، وبيفكروا هيعملوا ايه في المصيبه دي. وفي وسط كل ده بيكون اصحاب بطلنا قاعدين معاه، وهم كمان بيفكروا هيعملوا ايه. فبيقول تشان جانج بكل حماس انهم لازم يحاربوا وينقذوا بلدهم، وبيقول لهم بطلنا انه خايف من الموت، لكن الموقف اللي هو فيه مش بيسمح له انه يخاف، لانه قاعد وسط اشخاص اكبر واقوى منه وبينافس فيه، وان الموقف اللي هو فيه بيجبره انه يحارب ويقاتل ويتخلى عن خوفه. ولما فينجرو بتسمع كلام بطلنا بتقول له احنا لو عايزين نخلص من الحوار ده كله لازم نحارب زعيم اهل الكهف، ولو قدرنا نخلص منه هننهي الموضوع ده. فبيقول لها فانج يبقى احنا شكلنا هنقعد نستنى الموت لحد ما يجيلنا. والواد حرفيا بيبقى متشائم بطريقة مش طبيعية، بس تشانج بيقعد يهديه وبيطلب منه يرتاح لما إصابته تخف. ولكن فانج مش بيهتم بكلام تشانج، وبيطلع حبوب طاقة وبياخدها عشان يرجع طاقته. بعدين تشانج بقى بيسأله انت هتعمل ايه دلوقتي بعد ما سلاحك اتكسر ومش معاك غيره؟ وفي وسط ما يحدث بيدخل نائب المدير عليهم، وبيكون معاه سلاح جديد وشكله ضخم، وبيديه لبطلنا عشان يقاتل بيه. بعد شوية بيكون كل الجنود واقفين هنا قدام مدخل عالم البوابات، وبيكونوا مستعدين للقتال. بعدين بيجي المعلمين هم كمان عشان يشاركوا في القتال. حتى زانج بيجيب أصحابه وبيدخلوا للعالم. وفي الوقت ده فانج بيكون قاعد لوحده بيزود طاقته عشان يتعالج ويستعد للقتال، وبيقول في نفسه أنا حاسس إني هقدر أوصل لمستوى ساكي. فكك بقى من كل ده يا صديقي، ونرجع بينا للفريق، واللي بيكون المعلم تانج بعت ليهم اجتماع وبيقول لهم على القوانين اللي هيقاتلوا بيها. ما هي مش ماشية جهوني كده وخلاص، وبالطبع كل ده عشان يحافظوا على نفسهم وفي نفس الوقت يهزموا أهل الكهف. وبيأكد عليهم إنهم يحاربوا في مجموعات عشان لو حد وقع التاني يساعده. بعدين بيجي مجموعة من الجنود وبيحطوا قدام الفرق صندوق مليء بأحجار الطاقة، والمعلم تنج بيعرفوا إن الأحجار دي هتساعدهم، وإن الأحجار دي القوات المسلحة هي اللي بعتتها عشان تحسن قوتهم القتالية.
بصراحة أنا مش فاهم، القوات المسلحة قاعدين في بيوتهم وبعت الطلاب يقاتلوا؟ ما علينا يعني. طبعا الفريق بيكون مصدوم من حجم الصناديق، وأكيد الصناديق هتكون كفاية عشان يقضوا على أهل الكهف كلهم. بس وهو بيتكلم ده فجأة بيسمعوا صوت وبيعرفوا إن ده وقت الحرب. ساعتها بيكون كل الجنود واقفين بره وأهل الكهف قدامهم واللي لابسين شبه الأشباح، والمعلمين بيطلعوا هم كمان عشان يقفوا ضدهم، وبطلنا وفريقه وكمان زانج وفريقه. بعد كده بيبدأ القتال وكل واحد بيهاجم في التاني، وبتكون حرفيا مجزرة بين الكل. وفي مجموعة من أهل الكهف بيطلعوا على سور مدينة الأمل، لكن في بنتين بيمسكوهم وبيعدموهم العافية، حرفيا مش بيرحموهم. والمعلمة باي وتلمسها لونا بيشتركوا مع بعض وبيخلصوا على شوية من أهل الكهف، وبطلنا كمان هو وتشانج بيتشاركوا مع بعض. وأحلى مسا عليك يا معلم، دول بيخلصوا على كل اللي قدامهم. بس فجأة بيجي واحد يهجم عليهم، لكن بيجي زانج وبيقف قدامهم عشان يصد هجوم الراجل ده. بعدين بيروح يهجم عليه وهو مبسوط، ولما الراجل ده بيصد هجوم زانج بيروح زانج السلاح بتاعه، وبنكتشف إن السلاح ده بيقدر يتحرك لوحده. وبكده الراجل بيكون محاصر بين زانج والسلاح بتاعه، والسلاح بينزل رقش في الراجل وبيخلص عليه. وفي وسط كل ده بيكون الجنود جمعوا طاقتهم وبيشحنوها في المدافع وبيرموها، وهوب بتعمل انفجار قوي جدا. بعدين بيستخدموا أسهم فيها الطاقة بتاعتهم وبيفضلوا يرموا على أهل الكهف. وبالنسبة للمعلمين هم كمان بيكونوا بيحاربوا، والمعلم تانج وطريق المعلمة فينج قايمين بالواجب وزيادة، لأن قوتهم جامدة جدا وبيقدروا إنهم يخلصوا على مجموعة من زعماء أهل الكهف. وبطلنا بيسأل واحد من الجنود هم ليه مش غالين مدفع الطاقة، فبيقول الجندي إن المدفع ده استهلك كتير جدا من أحجار الطاقة ومش هيقدروا يستخدموا أكتر من كده، وواضح إنهم هيخسروا إلا إذا حصلت معجزة وأنقذتهم. فبيروح بقى بطلنا عشان يساعد المعلمين، لكن زنج بيوقفه وبيقول له أنت عايز تموت، وبيعرفوا إن مهما كانت قوتهم القتالية مش هيقدروا يهزموهم. بس فجأة وهم بيتكلموا بيجي مدير الجامعة ومعاه الطلاب اللي كانوا منافسين لبطلنا في المسابقة، اللي هم ريكو وشؤون وفرقهم، وواضح إن الأنمي كله دخل عالم البوابات عشان يحاربوا أهل الكهف. وبيروحوا كلهم بعد كده عشان يساعدوا في القتال، وفجأة بيظهر وحش ضخم جدا وبنعرف إن ده زعيم عالم البوابات. فبيروح المدير يو بيتصدى ليه وهو بيهجم عليه، وكمان بيقدر يصيبه، وبتكة بيقطع له إيده. ساعتها الوحش ده بيتعصب وبيروح يهجم على المدير وبيقطع له شعره، وبيفضلوا يهاجموا على بعض. وفجأة المدير جسمه كله بيتحول للون الذهبي وبيقول إنه مش هيسمح إن بلده تتهزم. وفي وسط كل ده بيكون بطلنا لسه بيقاتل مجموعة من أهل الكهف هو وفريقه. باختصار أبطالنا كلهم بيكونوا بيحاربوا، بس في لحظة كلهم بيوقفوا اللي بيعملوه لما بيشوف المدير يو طلع كل طاقته، وواضح إنه بيضحي بنفسه عشان بلده، وبيروح يهاجم على الوحش الضخم بضربة قاضية بتخليه ينفجر. وبكده يكون خلص على زعيم عالم البوابات. وأهل الكهف لما بيشوفوا إن الزعيم بتاعهم مات بياخدوا بعضهم وبيمشوا. وبس كده يا صديقي، الانمي خلص. بس قبل ما نقفل ياريت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتنزل تحت تفجر لايكك الرايق واشتراكك اللي بيجيب حرايق، عشان عاوزين نوصل 1000 مشترك في أسرع وقت. وما طولش عليك، وسلام يا فنان.